ولا خركة خرمية. صفيحة حمادة أسرع دليفري في صف. تطبق الشروط والأحكام. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ النهارده اتفرجت على فيلم اتنين للإيجار، فيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، وانا كنت متوقع ان الفيلم ده هيبقى حاجة تانية غير اللي انا شفته ده. ويا جماعة الحمد لله انا اتفرجت عليه، مش دخلته سينما، يعني حد لحقني من صحابي قبل ما ادخله عشان اعمل مراجعة وبعت لي اللينك اتفرجت عليه اونلاين، وان شاء الله هسيب لك اللينك في الديسكربشن. الفيلم يا جماعة مهزلة. انت فاكرين ان انا هقول عيوب وايجابيات ومميزات والكلام ده؟ هو عبارة عن انك جايب بيومي فؤاد في اعلى مرحلة من الكرنج والافيهات السخيفة بتاعته، كذلك محمد ثروت، ودخلتهم كده تقريبا مفيش سكريبت مكتوب، مفيش قصه مكتوب، مفيش سيناريو مكتوب كده. يلا يا جماعه افتكسوا، يعني انزلوا كده، يلا ارتجلوا كده، قولوا اي كلام يجي في بالكم، شويه افيهات رديئه بشكل بشع. بعدين مع بعض فوق في الشقه، فبينزلوا تحت يتقابلوا على القهوه، فبيقابلوا بعض ويسلموا على بعض، فانهم يشوفوا بعض اول مره ويضحكوا بقى وفضلت حاجات. فكره الفيلم ان هم عواطليه، يعني يكون دول في سنهم ده عواطليه او فشله وكده، يعني جيب لي بيومي وفؤاد ومحمد ثروت اتنين قد ابويا نزلوا كده، ففي راجل بيعدل لهم عيال سيس، لا عيال سيس حد يقول سيس دي اساسا اي في نصايح، ما تشوفلكوا شغل ولا وراكوا على شغل ولا مش عارف الفيسبوك كمان الدنيا والنت مال الدنيا، ما تعملوا حاجه على النت، اكتبوا على النت ان انتوا اتنين للايجار مثلا. إيه المانع إن إحنا نعمل فيديو ونقول فيه صفيحة وحمادة يأجرون أنفسهم من أجل المال. أجرني شغل لبسك بدلة راس. بوفيه. يا سلام، وأنت كنت شغال سفير قبليها. هم بياخدوا الفكره، واو ايه ده فكره، واو يلا بقى نعمل على النت، فبيعملوا على النت شويه فيديوهات سخيفة جدا ملهاش أي لازمة، وبيجي لهم بقى شوية شغل، فقال إيه بقى، بيروح مواقف مع مش عارف إيه السباعي مرة ومش عارف مين مرة في قلشة صراحة ضحكتني يعني جدا في آخر الفيلم خالص بيحط ال 200,000 جنيه دول بقى في البنك وهيجي له أرباح 2 مليون جنيه في الشهر. أكبر مميزات الفيلم إن الفيلم بيخلص، الفيلم ده كان ممكن يستمر أكتر من كده، فالحمد لله أنا مستمرش أكتر من كده. يلمح لك قال إيه ان ممكن يكون لهم مغامرات تانية، سعاد يونس في الاخر كده بتكلمه في التليفون وتقول لهم انا عايزاكم في حاجه بره مصر بفلوس، مش عارف لو رجع الجزء الاول هيعملوا جزء تاني. الكاست اشتغل على الفيلم ده كان بيفكر ازاي؟ يعني كنتوا بتفكروا في ايه؟ انتوا شفتوا بتاعته عدى عليكم ازاي؟ عارف اقول ايه؟ طب اقول مميزاته؟ لا مش حاجه، لا مميزاته ولا عيوبه. الفيلم ده مش فيلم يا جماعه، ده مش فيلم، ده سكتش ارتجالي كأنه واحد بيصور على اليوتيوب كده. انا حاليا طلعت على فكره اعمل من غير سكريبت ولا اي حاجه دلوقتي، انا بتكلم كده تقريبا هو عامل زيي بالظبط. وشوفوا بقى مقارنة ده بالفيلم اللي هم عملوه، يعني تاني ده يبقى مرتب عن الفيلم. طول الفيلم والله انا شفته مع اهلي الصراحة، فكل شوية حتى والدي واخويا كل شوية يسألوا يقول له هو الفيلم ده عايز يتكلم عن ايه؟ يعني كل شوية يسألوا السؤال ده، هو بيتكلم عن ايه وعايزين ايه؟ نفسي افهم الكاست كان بيفكر في ايه، عدى من قدامكم الفيلم ده ازاي؟ هم يعني هذا الفيديو هقيم لك الفيلم ده، فهو مثلا نص من 10، 1 من 10، واكيد اوعى تشوفه في السينما، اوعى تدفع فيه جنيه حتى واحد. لو عايز تشوف الفيلم وعايز تجرب بنفسك، الفيلم هحطه في الديسكربشن. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. سؤال الحلقه: ايه اكتر فيلم وحش شفته في حياتك؟ اكتب لنا ده في كومنت. سلام.